السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك لو سمحت. شباب، بالنسبة للتواصل الاجتماعي عموما، تيك توك، انستغرام، سناب شات، اللي هو اليوتيوب، أي شيء، ادخل تسلى واطلع. 80% مسخرة وذنوب على الفاضي، ونصابين وكذابين وناس أغنياء تدعي الفقر، واللي مو مريض يجيب له واحد مريض يحط له مغذي ما ادري وين، وكلها لزقات وكلها كذب نصب واحتيال. اللي هم النصابه اللي بالشوارع كانوا يمشون بالشوارع يصبون على الناس، الحين قاعد في البيت ما حد يحاسبه، لا شرطه لا شيء، قاعد يبث، مسوي نفسه مشلول، مسوي نفسه فلان. فيهم الصحيح وفيهم، بس النسبه الغالبه الكذب هذا موجود. ادخل تسلى، قاعد لك ساعه نص ساعه تسلى واطلع. الكلام لا تصدقه، فلان مات، فلان طار، فلان راح، الشيخ فلان صار فيه كذا، كلها كذب، ما تصدق. ادخل مثل ما اقول لك، ادخل تسلى واطلع. لا حد يطالع لي التيك توك ويجيني في المجلس يقول ابو صالح شفت فلان سافر، فلان راح، فلان، يعني مسوي نفسه معلومه وماخذها هو نايم. نجي عند الموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي شباب، تلاحظون الايام هذه في اعلانات سيارات يعني ممكن 5% من سعره. عارضين روز ريس الجيب هذا سعره 150,000، عارضه ب10,000 دينار. شلون؟ ما تدري. يعني 2,000,000 ريال عارضه 100,000. 500، أنا أحطها بالأرقام عشان ناس كثير يتابعوني من العراق، من السعودية ومن برا. 150 دينار يعني بحدود 500,000 دولار. هذا سعرها. يعرضها لك ب30,000 دولار. طبعا أصحاب الفيديو اللي تشوفه اللي قاعدين يعلقون يسوون إعلان، هذول أهلها الحقيقيين، اللي لما تروح له يقول لك هذه ب2,000,000، هذه يعطيك سعرها الصحيح. المافيا هذه الحرامية ايش يسوون؟ ياخذون الفيديو من التيك توك، ينسخونه، ويحط رقمه فوق بالاحمر، يحط سعرها فوق بالاحمر، ويحط رقمه تحت، ويدزها على الناس. هذا ما له ذنب، اللي قاعد يتكلم صاحب المعرض ما له ذنب. فكثير من الناس يقول هذه سيارتي قاعدين يعرضونها بالسعر، انا عارضها ب100,000، قاعد يعرضها ب5,000. هالشكل. فهذول نصابة. شلون طريقتهم؟ بس أوضح لك نقطة. تتصل عليه، أهلا وسهلا، عندك السيارة هذه؟ إي نعم عندي. شلون نقدر نرتبط نشوف؟ أخوي ما نقدر احنا إلا نحس إنك جدي في الموضوع، لازم ترسل لنا عربون، ترسل لنا عربون مقدم إن شاء الله. من يصيدون فيها هذه؟ يصيدون الطماع والغبي والبخيل. البخيل الفلوس هذا، لما تشوف سيارة سعرها 500,000، 40,000 دينار، يقول لك تأخذها ب10، فيها 30,000، ينعم العقل عنده. خلاص أنا بروح، يعتقد هو الحين الذكي يعني. وهم هذا المعلن حمار بعد. شلون سيارة سعرها 50 تقول تأخذها ب10؟ يعني يقول 28، يقول 30، يعني ممكن نقول هذه فيها طقة مدعومة، فيها شيء غرقانة، يعني في أسباب تقول والله نزل سعرها، تحط لك مسبب. يعني السيارة تأخذها لو حديد سكراب تأخذها تجيب لك أضعاف السعر هذا. فالأخ يروح يتسلق على طول، حطه بلوك وخلاص وانتهى. وغيره 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 وغيره، الطماع والبخيل والغبي. الثاني شو يقول؟ تقول له أنت وين؟ يقول لك وين مكانك؟ تقول أنا بشوف السيارة. يقول لك حاضر، أنت أي منطقة؟ تقول المنطقة الفلانية. يقول لك والله بيني وبينك تقريبا 200 كيلو. خلاص أنا أجيبها للباب، دز لي عنوان لوكيشن، وصل لك للبيت. تقول له والله حلو، وصل للبيت أشوفها. إيه بس نبي فلوس الونش اللي بيشيلها من 200 كيلو يجيبها لك، هذه 100 دينار، 1000 ريال، 300 دولار، بليز دزها لي. تقول حاضر جيبها. والله احنا ما ناخذ شيء، الونش عجبتك خلاص نقوم نخلص باقي المعامله، ما عجبتك السياره الله بيننا وبينك، الونش دافع انت حق، انا ما اقدر ادفع. الاخ الطماع او الغبي
اول بخيل يروح يدز له فلوس على اللينك 1000 ريال ولا 100 دينار. طبعا هذا ما يخليك بعد صيده، انت عند صايدك شوي 3-4 ساعات دق عليك، قال والله ونشنا اللي احنا نتعامل معاه ماخذ واحده من السيارات ومديها لواحد من الناس الزباين اللي عندنا يسوي نفسه يعني، ومدي السياره هناك، فلازم احنا ناخذ ونش خارج الشركه، نجيب واحد من برا. تكلمنا معاه قال 1500، فادز لنا 500 ريال الله يخليك بعد. حاضر 500 ريال ادزها. فهذا الحاصل، ياخذون من الناس فلوس. انا عندي فيديوهات بس ما اقدر اطلع، سبحان الله يصير عليه شيء ولا كذا، لكن انتبهوا لا حد يقول لي هذه غرقانه، هذه سالفج، هذه فيها مصالح، هذه مدري. لا لا لا، يعني تصور الجيب الرزري كم سعر عندنا بالكويت؟ 150,000 طاقة ماكينة السيارة، مضروبة الماكينة خلاص، مخربطة ماكينتها خربانة، يبيعها لك ب7,000 دينار. ما يصير. فالمهم من كلامي، اللي بيقتنع ولا بيرد يصير مع احترامي للجميع غبي ولا بخيل ولا طماع، اختار. عموما الناس انتبهوا من هذه الحركة، وإن شاء الله أن أكون وصلت وأنذرت. وخذ موضوع التواصل الاجتماعي عبارة عن تسلية، وتاخذ بعض المعلومات من الناس اللي مثل أبو صالح. عموما انتبهوا ولا تدخل في المشاكل. واحد يعني رايه ما عجبك تدخل تسبه. في ناس يسوون تحريض للناس المشاهدين اللي عندهم، تسبه يرفع عليك قضية، ياخذ منك 5,000 دينار 50,000 ريال حلوين. يعني تقريبا 15,000 إلى 16,000 دولار حلوين. فمهما ثارك لا تحاول، لا تعلق، لا تعلق. ايش تبي؟ تصلح العالم؟ لا تعلق، لا للبنت ولا للرجال ولا للشايب ولا ما لك شغل. ادخل تسل واطلع. ان شاء الله وصلت، ورايك خله لك. يلا السلام عليكم.